باهي الجزائر السويد شكون تفرج البارح؟ تفرجت شويه في الطاوله الاولانيه. تفرجت زاد 4-3 يغلط شويه. يغلط برشا. بالتالي انا وقت في الاربعه وليت حاشم وخايف على الجزائر، رغم اني وقت اللي وكل الاربعه راهي با دي ميريتي صراحه. حتى قبل الاربعه فرص مثال الاولاني عندي الى حدود اربعه. بلاش تقدر تقول كيفاش اربعه هذيك تشوفها قش قاعده تلعب. اما عملت نص ساعه في الاخر بونجاح برك ضيع فيها 3 بونطوات النص ساعه الاخر. ترواز اوكازيون هو اعطاها حق الكره في اللي ترواز اوكازيون ما دخلتش هكا فهمت. معنا بونجاح وحده في النص ساعه الاخرى يماركي 3 بونط، شدتها في تركينه ودخلت عليها. تقول اللعبه في الجزائر فهمتني. هدف عالمي بالناصر. هدف عالمي بالناصر فريمون. بونتو اول بونطوات بتاع الجزائر جاو في دقيقه 64 بالناصر، دقيقه 71 بنزيه وفي دقيقة 86 ضربوا الجزاء بن طالب. في الاستاد معناها في الاستاد حتى بوسيسيون اللي تير واحد ماهوش بعاد على بعضهم. حتى الاكسبكتد حتى في الاكسبكتد جولز الجزائر اكثر من السويد. يا ولدي تكتر واجت لوكازيون الثالثه البنجاح بالراس مشيت سانتي فوق انا باش نماركي الرابع سانتي فوق البار معناها. اما باش تعرف زاد لي بيس سكانديناف هذوما حتى تعطيك الدوميناسيون البوسيسيون تعطيك. الجزائر لعبت خير برشا، الا دوميني براتيكمون الماتش، لكن تعمل هكا في كل كره تعمل هكا توصل توجعها وتذكرتني قبل ب3 ايام النرويج مع ايطاليا نفس الشيء. تلمون لي بيس سكانديناف هذوما معناها ما يفرجوكش تقول كيفاش قاعدين يلعبوا، مي افيكاس تلمون ينقروا قدام افيكاس. دونك اللعبه كانت عند الجزائر تتمتع وتشيخ بالكره تكون اللعبه عند الجزائريه في ساقين الملاعبيه عند رياض ولا عند غيره من الملاعبيه تتمتع انت تشيخ تقول الجزائر الدومين. مي تو دان كو تفكر الكره تعمل هكا تلقاها. اما سمير راهو ليكيب ناسيونال الجزائر باش يكون رقم صعب في الكوب دافريك وكوبا راب وراو حتى في العالم. يلزم انا حسب رايي انا جات كامله ناقصها حارس مرمى حسب رايي انا ناقصها ناقصها جارديان باكي الجزائر. انا بالنسبه لي انا ناقصها جارديان سانسيرمون. اسكو تخوف ديفونسيفمون الجزائر كي تحب كوميم تشوف الاربعه بلاش بالاغلاط في البونتوات ما مانيش نحكيو على هي ما البارح فما لابسونس تاع توغاي اللي كانت معناتها مع بن 70 وما راهو كي تتغير واحد في الديفونس يغير برشا حاجات معناتها يبداو الاربعه سورتو مستانسين ببعضهم تتغير شويه. متفاهمين غياب توغاي اثر متفاهمين، اما لا قدر الله ينجم ما يمشيش كومبيتيسيون منهم كوباراب ولا ما تنجمش تقف على توغاي. الاربع بونتو ما كانوش نتاع انهيار دفاعي كلي. ما تتعاودش برشا مرات اللي صارت للجزائر البارح في الاربعه هذوك. تعريف ساعات هكاك الكره جات دخلت هكاك وفما نجاعه كبيره زاد معناها خاطر بعد الجزائر رزنت ديفونسيفمون اوفونسيفمون على السويد معناها ركزه سورتو نص ساعه الاخرى. هو لما حالك تشوف فريق عربي يلعب كيما هكا مع فرق اوروبيه، ولو انه البارح هي نصف فاجعه حلت على السعوديه البارح معناها بهزيمتها مع استراليا في السعوديه بالذات. لا حتى كان ربحت يلزمها تربح فارق 6. هي كان يلزمها تربح 5 لا يزي ما ربحتش تزيد تخسر وبلاش في بلادها وتمشي للملحق. وسجلنا احنا في اطار الحديث على العرب اولا فريق عربي وحيد تو مترشح من اسيا اللي هو منتخب الاردن لاول مره في تاريخه. اول مره في تاريخه ترشح الاردن معاه ايران اليابان اوزباكستان لاول مره كوريا الجنوبيه. ميكرو باكي ميكرو الور السعوديه تمشي في الملحق مع قطر والامارات والعراق وعمان واندونيسيا. كاس الخليج براتيكمون كاس الخليج على الاقل نضمنوش زوز عرب اخرين. وشوف السيستم اللي عملته الفيفا يدوخ تو 6 هذوما مش باش يلعبوا مع بعض سي سمير باش يتقسموا مجموعتين كل مجموعه ب3 ويلعبوا ماتش واحد في بلد محايد. الاول يتعدى يولي منتخب السابع تعدى والثاني يلعبوا ماتش الي روتور واللي معناها المرحله الاولى ما غير لا الي روتور وبعد الثانيين في بعضهم الي روتور باش نلقاو التاسع مترشح.
ان شاء الله على الاقل زوج منتخبات عربيه من هذوما اللي قاعد بون. حتى اندونيسيا بون ناس مسلمين وناس طيبين، واحد كيف مرحبا باللي مش يتعدى فهم. وفما ملاحظه بالنسبه اما البارح عزيهم يقولوا العزاء سامحني السعوديه علاش جبت عليها؟ على خاطر البارح حكينا على السعوديه وحكينا على التوجه اللي ماشيين فيه في الكلوب واللي قاعد يضر بالمنتخب. هذاك شنو مش نحكي هذاك شنو مش نحكي بكي في الموضوع هذا بالذات. تو عندنا عامين دوري روشن والنجوم الكبيره ياسر، وتقريبا 8 اجانب في كل فريق. 8 ولا 9 أجانب. معناها في كل فريق تلقى واحد سعودي يلعب. بطبيعة الحال بيان سور مش يتأثر ليكيب ناسيونال. أعطيني النجوم تاع ليكيب ناسيونال تاع السعودية في 20 سنة 25 سنة الأخرى ديما عنده نجوم. من سامي الجابة الثانيين ديما عنده النجوم موجودة. أعطيني سنة، أعطيني نجم واحد في منتخب أبار الدوسري. الدوسري كان أسوأ لاعب أبار الدوسري. معناها سالم ما فما حتى دونك طريقة الانتداب الأجانب والدوري روش اللي تلعب بدرجة كبيرة ياسر، هذا أثر على الكيب ناسيونال نتاع السعودية. يا أخي روبرتو مانشيني مدرب كبير ياسر عالمي، مدرب عالمي مانشيني ما قام يخدم. إيرفي رونار جابوا إيرفي باش يصلح نوعا ما، يلقى نفس المشاكل. ما عندكش العجينة، ما عندكش الملاعبية. ومن الصدف أنه المنتخب السعودي وقت اللي كانت تصفيات صعيبة يابان واستراليا تترشح الأولانية، وقت اللي ولات التصفيات سهلة ما ترشحش وتعدى للملحق. خلينا نعطيكم فكره جوستومون على لي كلاسمون تاع هما 3 جروب دو 6. في المجموعه الاولى ايران متصدره، ايران الكونتينيو معناها البريزونس في اللعب ما تفادلكش. 23 نقطه من 10 مباريات. ايران واوزبكستان هما اللي ترشحوا في المجموعه الاولى. الامارات وقطر تعداو للملحق. قطر كيف دوبل شامبيون دازي كوميم. ما تظنش بلاستيك في ثلاثه البارح مع اوزبكستان، خاصة 3 مع كواكو البارح الريزولتا ما تاثرش خاطر الزوز ماشيين هكا ولا هكا. حتى السعوديه راهو حتى كان ربحت 3 باش تعدى الملحق، ربحت 4 باش تعدى الملحق. معناها مش لازم تربح 5 السعوديه باش تعدى. دونك قلنا بالمجموعه الاولى ايران واوزبكستان ترشحوا للكوب دي موند، امارات قطر للملحق. المجموعه الثانيه كوريا الجنوبيه الاردن لاول مره في تاريخ الاردن في الكوب دي موند ترشحوا دونك الكوب دي موند. الكونتينيتي نتاعها الاردن للاسف دونك مش للاسف العراق وعمان في الملحق. للاسف المنتخب الفلسطيني ما نطرش بلاصتو في الملحق على نقطة على عمان. في المجموعة الثالثة اليابان واستراليا تعداوا على حساب دونك السعودية واندونيسيا. الصين مش تكون خارج المونديال انكور. لا كلمة على الأردن. الصين راهو ان اكزامبل مثلا، ريت الاكزامبل نتاع نصرفوا برشا فلوس باش نحسنوا في المستوى نتاع ملاعبيتنا والشامبيونا. راهو قبل ما تعملوا السعودية عملته الصين. اللي صار هو النتيجة عكسية بالعكس. زادت طاحت الكرة في الصين. بالكونتر الأردن عملت نهاية كأس آسيا مستوى عالي جدا بفضل مدرب مغربي اللي هو عموتة هكا ولا واللي هو مدرب انا واحد من الناس احترمه جدا مع المستوى فريمون وين يمشي يحط يعمل حاجة. ربح الاهلي في تومكو فينال كوب دافريك بالوداد، والوداد ما هي شكل ورغم ذلك ربح وصل بالصد القطري فينال تشامبيونز ليج. شوف هنا التخطيط الجيد وقت اللي عموته ما امكنلوش باش يواصل مع الاردن واعتذر عن المواصله. شكون جابت الاردن؟ جابت السلامي منتخب مدرب الرجاء سابقا مغربي زاد. قعدت مع نفس العقليه وتقريبا نفس المدرسه، وحسب ما قرات انه تشاوروا مام مع عموته حول شكون اللي يجي ياخذ عليه الريليف. فهمت؟ الور النتيجه الاردن بعد ما عملت نهائي كاس اسيا لاول مره تترشح للمونديال في تاريخها. البارح التخطيط ماتش اميكال اخر في ملعب توتنهام في انجلترا، والمفاجاه كانت هزيمه ملعب نوتنغهام. ملعب نوتنغهام نعتذر. هزيمه لانجلتير ضد السنغال 3-1 رغم افتتاح النتيجه في الدقيقه 7 عن طريق هاري كين باس ديسيزيف نتاع جوردن، ثم ساري يعادل في الدقيقه 40. جيرا مركي ثاني في الدقيقه 62 وسابالي في الدقيقة 93 أمام غضب جماهيري كبير من الحاضرين في الملعب. تعرفوا الجماهير الإنجليز أميكال مش أميكال، لعبة
تاعهم ما يحبوا يربحوا، لازمهم يربحوا غضب كبير دونك على المنتخب نتاعهم، على توخير زاد وعلى توخيل اكزاكتومون. في مازال كي بدا معناها ما همش متهنين، ما هنهمش على مستقبل. البارح سيتي اون كونتر بيرفورمانس من انجلترا، والا السنغال سو سون سورباسي، تعداو المرحله نتاع تسلطنوا. هو الحالتين نجموا نمشيو فيهم، نجموا نمشيو فيهم. من ناحيه فريق انجليزي تقريبا فاقد للتركيز نتاعو بكل صراحه، مردود فردي ولا مردود جماعي ولا انجاجمون. اول مره نرى انا الانجليزي